جاء فوز المنتخب الجزائري على منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة صعبة ومليئة بالتحديات، ليؤكد من جديد شخصية الخضر في المواعيد الكبرى. وبعد هذا الانتصار المهم، خرج قائد المنتخب رياض محرز بتصريحات عبر فيها عن فخره بزملائه، وتحدث بصراحة عن المرحلة القادمة، بما فيها تخوف مشروع من المواجهة منتخبات قوية، على رأسها المنتخب المغربي. أكد رياض محرز أن المباراة أمام الكونغو لم تكن سهلة إطلاقا، موضحا أن المنتخب واجه خصما منظما وقويا بدنيا، مما تطلب صبرا كبيرا وتركيزا عاليا حتى اللحظات الأخيرة. وأشار إلى أن روح المجموعة والإيمان بالفوز كان مفتاح التأهل، خاصة بعد اللعب 120 دقيقة كاملة. كما عبر محرز عن اعتزازه الكبير بجميع اللاعبين دون استثناء، مشددا على أن الانتصار تحقق بفضل العمل الجماعي والانضباط التكتيكي، وليس بفضل مجهود فردي. وأضاف أن دعم الجماهير الجزائرية يمنح اللاعبين دافعا إضافيا لتقديم الأفضل في كل مباراة. وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، اعترف محرز بأن مواجهة المنتخب مثل المغرب تفرض احتراما كبيرا وتفكيرا مبكرا في كيفية التعامل معها. وأوضح أن المنتخب المغربي يمتلك عناصرا قوية تنشط في أكبر الدوريات الأوروبية، إضافة إلى تنظيم دفاعي محكم، سرعة في التحولات، وخبرة كبيرة في المباريات الكبرى، وهو ما يجعله خصما صعبا لأي منتخب. ورغم ذلك، شدد محرز على أن الجزائر لا تخشى أحدا، لكنها تحترم كل المنافسين وتستعد لهم بجدية كبيرة. وفي الختام تصريحه، أكد رياض محرز أن التأهل ما هو إلا خطوة في مشوار طويل، وأن التركيز يبقى منصبا على العمل والتطور من مباراة إلى أخرى. وأوضح أن الطموح موجود، لكن بعقلية هادئة وتواضع، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو إسعاد الشعب الجزائري ورفع الراية الوطنية عالية مهما كان اسم المنافس القادم.